السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. خوتي من العنوان تقرا بلي بالماضي دار حاجه كبيره في تربص هذا تاع اللي كانوا رايحين زعما يديروا في تونس، واني اللي عاودوا رجعوا للقسنطينه. كي تقرا هذا العنوان نتايا جمال بالماضي، تقرا هذا حقائق جديده تورط جمال بالماضي في فضيحه تربص تونس. شوف حاجه كبيره كي تشوفها انت هذه تدخل بلا مزيتك تدخل الفيديو. هذا العنوان خوتي درتو بالعاني سبيسيالمون. هذا داروا موقع اوراش، نقرا لكم المقال تاعو، نقراوه بالعقل ونجي معكم بالعقل. هكذا خوتي هاو دير لك شوف، دار لك الفوطو تاع جمال بالماضي وداير لك حقائق جديده تورط بالماضي في فضيحه تربص تونس. هكذا خوتي قال لك كشفت مصادر موثوقه لموقع اوراس ان مدرب المنتخب الجزائري جمال بالماضي هو صاحب فكره اقامه تربص المنتخب في مدينه طبرقه التونسيه رغم توفر الجزائر، اسمع مليح، رغم توفر الجزائر على هياكل رياضيه وفندقيه من اعلى مستوى. وين راهم هذه الهياكل الفندقيه؟ احنا ما شفناهمش. نضاري عندنا سيدي موسى تربص المنتخبات، ثم خويا راح التيران كاع عيانه كاع. دوك نكملوا تاع التيران وما التيران، دوك نكملوا دوك نوصلوا ليها. وقالت المصادر، ما يقولوش شكون هذه المصادر، المصادر تاعها. وقالت المصادر ان بالماضي بمساعده احد المسؤولين في الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. وراهم المسؤولين تاع الاتحاديه، احنا عندنا اتحاديه. هما ما قرر نقل تربص المنتخب الجزائري الى تونس عوض مركب سيدي موسى في الجزائر. اسمع مليح دوك نوصلوا لها. وتضيف المصادر ذاتها أن أرضيات التدريب في مركز سيدي موسى ليست بذلك السوء الذي يتم الترويج له، ويمكن التدرب فيه بشكل عادي، غير أن الناخب الوطني جمال بالماضي كان له رأي آخر وقرر التربص في مدينة طبرقة لولا تدخل مسؤولين أعلى في الدولة لإيقاف المهزلة. سموها مهزلة. المهزلة خوتي وين راهي في التيران تاع سيدي موسى. نعطيكم الدليل على انه صح التيران ما كاش. نعطيكم الدليل هو ان مسؤول ولا مدير مركز تاع سيدي موسى عنده واحد الخمس ايام ولا خرج وصرح وقال باللي يا ودي الارضيات راهي عيانه ولازم نخلوها تريح شويه من من السخانه. اعطيكم واش معناتها الارضيات صح راهي غير صالحه. ارضيات صح راهي غير صالحه. ما بين انت خرجت قبل التربص بشحال وقرر وقلت باللي وصرحت باللي الارضيات راهي عيانه وكذا على رجال السخانه اللي جات المره اللي فاتت قال لك وصلت 50 درجه ومنها الارضيات غير صالحه. ولا هنا يقول لك باش تشوفوا التناقض خوتي كبير. هذه المهم جايبينها مر بالماضي وصاي يسنوا في غير كاش غلطه ولا هكذا خوتي. ولا هنا يقول لك باللي هذا المصادر تاعهم يقول لهم لا الارضيات ماشي بداك السوء. يا خويا انتوما صحافه، احنا ما يخلوناش. انتوما صحافه سيو كيفاش ديروا دخلوا صوروا لنا الارضيات تاع سيدي موسى يا ست. شوفوا كيفاش ديروا، ما على باليش انايا جيبوها من الصحافه، ما على باليش ليسونسيال صوروا لنا الارضيات تاع سيدي موسى. احنا مالنا الصحافه، احنا بالنا هضروا كيما يقولوا حشيشه طلبه معيشه. هيا نزيد نكمل لكم خوتي ونروحوا واحده واحده. وحسب المعلومات التي يملكها موقع أوراس فإن مبعوث الفاف إلى مدينة طبرقة التونسية ذهب لحجز الفندق ومكان تربص، ولكنه تفاجأ بتواجد منتخب تنزانيا منافس الخضر في المباراة القادمة في المكان ذاته. فوالا خوتي يتسمى ماشي تدخل اعلى هيئه ولا اعلى هيئه في الدوله ولا دخل كما قال هو مانيش عارف انا كيفاش قالوها مسؤولين اعلى في الدوله. قال لك هكذا مسؤولين اعلى لايقاف المهزله. ما كان لا مسؤولين اعلى لا والو خاوتي. راحوا وكانوا رايحين يديروا في تونس نورمال عادي، راحوا لقاو المنتخب التنظيمي في طبرقه هذه في المدينه هذه يتربص في نفس المكان اللي كانوا رايحين للمنتخب الوطني. كذب عليك، ما كاين لا اعلى مستوى لا هم يحزنون. هكذا خوتي لا واش تفهم انت يا زين. ووسط قرارات بالماضي الغريبه سموها غريبه، اعلن الاتحاد الجزائري لكره القدم ان تربص المنتخب الوطني سيكون بمدينه قسنطينه بملحق الشهيد حملاوي. هكذا
وعدل الاتحاد الجزائري وعدل الاتحاد الجزائري كرة القدم عن قراره بعدما كان التربص مقررا في طبرق التونسية قبل تدخل وزير الشباب والرياضة. أنا قلت لكم خاوتي كذب عليك، لقوا المنتخب التنزاني في نفس المركز اللي كانوا رايحين ليه هكذا باش يحجزوا الفنادق ومنا ومنا. قال لك انولي ما كاش واش يديروا، هذا ما كان كذب عليك. وانا البارح درت لكم فيديو البارح لو جيت في مكان بالماضي من بعد خير ما نروح للوهران لا قسنطينه لا عنابه لهم يحزنون باسكو العراقيل كاينه يريحنا في البلاد، العراقيل كاينه هكذا خاوتي. هذه هي حبوا يحطموا المنتخب وراي الاتحاديه وراهم الاعضاء الاتحاديه وراهم ما كاش، ما عندنا والو هكذا خاوتي. نزيد نكمل لكم. وذكر موقع الفاف أن الناخب الوطني جاب بالماضي عاين أرضية الملعب الملحق بنفسه قبل اتخاذ القرار النهائي. باين لازم المدرب يشوف التينا اسكو تصلح ولا ما تصلحش هكذا. وسيقيم المنتخب الجزائري بالمركز الجهوي العسكري. ما كاش فنادق يا اخي، نتوما قلتوا عندنا فنادق في الاول في البدايه تاع هذا المنشور تاعهم، قال لك عندنا فنادق وعندنا ومن بعد راح يقيم وراح المركز الجهوي العسكري بقربوس الذي سينطلق يوم 4 سبتمبر المقبل. واش قال كي بدينا واش قال لك خاوتي؟ قال لك عندنا مراكز وفنادق وهذه المهزله وكذا، ودروك هو راح يقيم المركز الجهوي لقسنطين، المركز الجهوي العسكري خاوتي، العسكري هكذا خاوتي. وتوجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالشكر الجزيل إلى وزير الشباب والرياضة على توفير كل الإمكانيات لضمان التحضير الجيد للتشكيلة الوطنية. هذا هو المقال تاع موقع أوراس اللي كلش كي تقراه تشوف بلي جمال بالماضي دار حاجة كبيرة مهزلة وكذا وهبلهم وما لا بال. هكذا خاوتي. نروحو خاوتي واحد تاع منشور تاع مجد بوطمين اللي استعرب به، دار واحد المنشور راكم تقراو وحدكم تقراوه ونزيد نحن نهضروا عليه. هذا منشور مجد بوطمين ماهوش برك. لنفترض أن المدرب الوطني جمال بالماضي تسرع ربما في اتخاذ قراره بنقل معسكر الفريق الوطني إلى طبرق التونسية، وهو الآن يتعرض للمحاكمة بخيانة الوطن وليس فقط للانتقاد، فتصفية الحسابات معه لم تتوقف منذ مدة. ولكن أليس من حقه هو كناخب وطني أن يثور في وجه الفاشلين والمخادعين الذين قالوا له أن ملاعب التدريب في مركز سيدي موسى في حالة ممتازة؟ وهناك من ذهب حتى لاتهامه بمسؤوليته في تدهور ملاعب التدريب. فهل كان لزاما عليه أن يترك مهامه في البحث وإقناع اللاعبين آخرين انضمام المنتخب ويأتي إلى سيدي موسى القيام بسقي وجر العشب وجز العشب ورشه بالمبيدات حتى يبقى صالحا للتدريبات؟ إنها فعلا حملة ممنهجة لتشويه صورة المدرب الوطني. ثم أين هم الذين يشنون حملة عنيفة ضده؟ لماذا لم يحاسبوا وينتقدوا القائمين على ملاعبنا الجديدة؟ ولماذا لم يفتحون نقاشا بشأنها وعن أسباب تدهور كل الملاعب الجديدة التي تم تدشينها من فترة قصيرة، ومنها ملعب نيلسون مانديلا؟ لما لم يخونون أولئك الفاشلين في مهامهم والمتلاعبين بأموال الوطن دون حسيب ولا رقيب؟ البعض أصبح ينتظر قائمة بالماضي للشروع في الانتقادات بل اتهامات ضده لأنه استدعى هذا اللاعب وترك ذاك. بالماضي ليس فوق الانتقاد بل ننتقده عندما يجانب الصواب في بعض القرارات، ولكن لا نصفي معه الحسابات إذا كنا فعلا إعلاميين محترفين. قص قرمط خاوتي. هذه الهضره تاع مجيد بوطمين ماهوش اي صحفي وخلاص. هكذا خاوتي اللي كان يقول لك حفيظ الرجي ماهوش صحفي وخلاص، ماهوش اعلامي وخلاص. حتى مجيد بوطمين او قامه كبيره من قامات الجزائر. هكذا خاوتي. هنا خرجت الفيديو وانتم وحدكم في التعليقات قرروا خاوتي وشوفوا مليح كيفاش تمشي الحاله. بداوها من الأ حتى للزاد كما يقولوا، بداوها من اللي بدات من 2019 ملي جبناكم ضافريك ورواحوا بلا عقل وربطوا الاحداث هذه بهذه وتشوفوا وين راهي رايحه وين راهي واصله. هكذا خاوتي ما طولوش عليكم في هذا الفيديو، جرانا طولنا بزاف. نقول لكم تهلاو في روحكم بزاف. تحيه الجزائر والسلام عليكم.